فيلمنا بيبدأ في الماضي البعيد وبنشوف ساحرة عجوزة اسمها جوثل وهي بتغني الوردة في الغابة، وساعتها بتنور الوردة الذهبية وبتقدر ترجع الساحرة لشبابها من تاني. وبعد سنين كتير قوي بنشوف مملكة بيحكمها ملك وملكة محبوبين جدا، لكن وقتها بتبقى الملكة في آخر شهور حملها وبيبان إنها تعبانة، وعلشان يعالجوها بيكون لازم يلاقوا الوردة الذهبية، وبيبدأ كل الحراس يدوروا على الوردة دي لحد ما بيوصلوا عندها. بس في الوقت ده بتكون جوثل عند الوردة، واللي بمجرد ما بتحس بالحراس بتهرب من المكان وبتقف تراقبهم من بعيد، وبتشوف الحراس وهم بياخدوا الوردة وبيروحوا بيها للملك اللي بيقدر يعالج بيها الملكة. وبعدها بتولد بنت وبيسموها روبانزل، وبتكون جميلة جدا وبيفرح بيها باباها ومامتها، وبيطيروا مصباح نور في السماء احتفالا بيوم ميلادها. لحد ما في يوم من الأيام بتقتحم جوثل القصر وبتبدأ تغني أغنيتها لروبانزل اللي شعرها هو كمان بيبدأ ينور وبيرجع جوثل لشبابها من تاني. بس بمجرد ما جوثل بتقص جزء من شعر روبانزل بتختفي منه قوته السحرية، فبتخطفها وتهرب بيها بسرعة، وبيخرج وراها الحراس وسكان المملكة يدوروا عليها في كل مكان، لكن محدش بيقدر يلاقيها. وبعدها بنشوف برج مستخبي في قلب الغابة وبتكون عايشة فيه جوثل اللي بتاخد روبانزل تعيش معاها فيه، وبتربيها على أساس إنها بنتها واللي كانت دايما بتغني لها نفس الأغنية وهي بتسرح لها شعرها، وبتمنعها من إنها تخرج من البرج مهما حصل، وبتفهمها إن العالم بره خطر جدا والبشر هيستغلوها. وبيبقى كل سنة في عيد ميلادها الملك والملكة بيطيروا آلاف المصابيح على أمل إن بنتهم المفقودة ترجع لهم. وبتعدي سنين كتير وبتكبر روبانزل وبنشوفها وهي بتلعب مع باسكال الحرباية الصغير صاحبها، واللي بيبقى عاوزها تنزل من البرج ولكنها بترفض وبتعرفه إن العالم بره خطير جدا. وبعدها بتبدأ روبانزل تنظف البرج وبتسرح شعرها اللي بيبقى طويل قوي وشكله جميل، وبنعرف إنها بتحب تقرا وكمان بترسم على الجدران. وبيظهر على روبانزل إنها متحمسة جدا لأن فاضل يوم واحد على عيد ميلادها، وإنها بكده هتشوف بالليل المصابيح وهي طايرة في السماء. ووقتها بتتمنى روبانزل إن مامتها تسمح لها تخرج وتروح تشوف المصابيح دي من قريب. وفي مكان تاني بنشوف حرامي اسمه فلين رايدر وبيكون معاه اتنين مجرمين بيحاولوا يتسللوا لقصر الملك، وبينزل فلين من فتحة في السقف وبيسرق تاج الأميرة، وبيهربوا هما التلاتة من المكان. وبنرجع بعدها لروبانزل وبيبان إن جوثل ست أنانية وطماعة وما بتهتمش بعيد ميلاد روبانزل اللي فاضل عليه يوم واحد، وبيبقى كل اللي هاممها تطلب من روبانزل تغني لها الأغنية بتاعتها علشان يرجع لها شبابها من تاني. ولما روبانزل بتعمل كده وبتقول لجوثل إن عيد ميلادها ال18 فاضل عليه يوم واحد وبتطلب منها تسمح لها إنها تخرج من البرج علشان تشوف أنوار السما من قريب، فبتكدب جوثل عليها وبتقول لها إن دي مجرد نجوم مش أنوار زي ما هي متخيلة. ولكن روبانزل ما بتصدقهاش وبتقول لها إنها حاسة إن الأنوار دي مرتبطة بيها لأنها بتنور بس في عيد ميلادها، وبتفضل تتحايل على جوثل علشان تسمح لها بالخروج لمرة واحدة بس. ولكن جوثل بترفض وبتضلم البرج وبتبدأ تخوف روبانزل من العالم الخارجي والمجرمين اللي فيه، وبتقول لها إن في حرامية ومتوحشين عاوزين يخطفوها علشان يستغلوا شعرها السحري، وبتفهمها إنها مش هتقدر تحمي نفسها علشان هي لسه صغيرة، وبتأمرها إنها ما تطلبش منها تخرج من البرج ده تاني وبتسيبها وتمشي. بس وقتها بتبقى روبانزل زعلانة جدا لأنها كده مش هتعرف تحقق حلمها وتشوف الأنوار دي من قريب. وبنرجع تاني لفلين رايدر اللي بيتعصب جدا لما بيشوف صورته متعلقة على شجرة لأنه مطلوب للعدالة، وبيكون كل اللي مضايقه إنهم راسمين مناخيره كبيرة. وفجأة بيشوفوهم الحراس وبيجروا وراهم، فبيجري الحرامية التلاتة لحد ما بيوصلوا لطريق مسدود، فبيطلب فلين من الحرامية اللي معاه إنهم يرفعوه وهو هيسحبهم، فبيوافق الحرامية وفعلا بيساعدوه. ولكن فيلين بيضحك عليهم وبيسرق منهم الشنطة اللي فيها التاج وبيسيبهم وبيهرب، وبيفضل يجري من الحراس اللي بيجروا وراه وبيضرب رئيس الحراس وبيركب الحصان بتاعه اللي اسمه ماكس اللي بيتعصب جدا وبيحاول ياخد منه الشنطة لكنها بتطير وبتتعلق على شجرة، وبيفضلوا يتخانقوا هما الاتنين على اللي يوصل للشنطة لحد ما بيقدر فيلين إن هو اللي ياخد الشنطة، لكن بتقع الشجرة بيهم هما الاتنين وبيتفرقوا عن بعض. وبالصدفة بيكتشف فيلين مدخل سري ورا الأشجار وبيدخل جواه علشان يهرب من ماكس، وبينبهر لما بيشوف برج منعزل عن العالم وبيبدأ يتسلق البرج ده. وبمجرد ما بيدخل بتضربه روبانزل وبيفقد الوعي وبتقرب منه وهي خايفة ومرعوبة وبتبقى مستغربة من شكله، وبتحاول بعدها إنها تحبسه في الدولاب، وبعد محاولات كتيرة بتقدر تعمل كده وبتاخد التاج من الشنطة وبتخبيه. وفجأة بتوصل جوثل وبتبقى روبانزل متحمسة وعاوزة تقول لمامتها على اللي حصل وتوريها إنها شاطرة وقدرت تحمي نفسها علشان تسمح لها تروح تشوف الأنوار، ولكن جوثل ما بتديهاش فرصة تحكي وبتتعصب وبتزعق
عقلها وبتقول لها إنها مستحيل تسمح لها بالخروج من البرج، وبتسيبها وبتنزل. فبتروح رابنزل تخرج فلين من الدولاب وبتربطه في كرسي وبتخلي باسكال يفوقه. وقتها فلين بينبهر لما بيشوف شعرها، وبينبهر أكتر لما بيشوف قد إيه هي جميلة، وبيعرفها إن اسمه فلين رايدر. ولكن رابنزل بتكون خايفة منه وبتسأله مين اللي بعته وليه هو عاوز يسرق شعرها. فبيستغرب فلين وبيحكي لها على اللي حصل معاه، وإن هو شاف البرج بتاعها بالصدفة، وبيسألها عن التاج بتاعه. فبتقوله إنها مخبياه في مكان سري مش هيقدر يوصله، وبتعرض عليه إنه يوديها لمكان الأنوار مقابل إنها ترجع له التاج. فبيعرفها فلين إن دي مش أنوار وإنها مصابيح بيطيروها علشان الأميرة المفقودة، وبيرفض يساعدها لأن حراس المملكة بيدوروا عليه في كل مكان. فبتتعصب رابنزل وبتأكد له إن هو مش هيخرج من هنا ومعاه التاج غير لما يوريها المصابيح. وساعتها بيضطر فلين إنه يوافق يساعدها، وبيبدأوا هما الاتنين ينزلوا من على البرج. وبتبقى رابنزل متوترة ومبسوطة في نفس الوقت. فبيستغرب فيلين من تصرفاتها، وبيعرفها إن مامتها هتزعل جدا لأنها ما سمعتش كلامها، وبيقول لها إن الأحسن ليها ترجع تاني للبرج وتديله التاج قبل ما مامتها تيجي. ولكن رابنزل بترفض وبتقوله إنها لازم تشوف المصابيح. وساعتها بتيجي فكرة لفلين علشان يخوفها ويخليها ترجع للبرج، وبيقول لها إن في مطعم كويس قريب ممكن يروحوا وياكلوا فيه قبل المشوار للقصر. وبعدها بتشوف جوسل اللي بتستغرب لما بتشوف ماكس لوحده في الغابة، وبتجري بسرعة ناحية البرج وبتنادي على رابنزل لكنها ما بتردش عليها. فبتدخل جوسل من باب سري وبتقدر إنها تطلع لقمة البرج، وبتتصدم إن رابنزل مش موجودة. وبالصدفة بتشوف الشنطة اللي فيها التاج، وكمان بتشوف فيها صورة فيلين وبتفهم إن هو اللي خطفها. وفي الوقت ده بيكون فيلين وصل مع رابنزل لمطعم موجود في وسط الغابة، وبتترعب رابنزل لما بتدخل المطعم ده لأنه بيكون مليان مجرمين وحرامية شكلهم مخيف جدا. وبيفضل فيلين يخوفها ويقول لها إن الأحسن ليها إنها ترجع البرج تاني، وبياخدها علشان يمشوا. لكن وقتها بيمنعوا المجرمين من الخروج، وبيقرروا إنهم يقبضوا عليه ويسلموه لحراس الملك. وبيفضلوا كلهم يتخانقوا على مين فيهم اللي هيسلمه وياخد المكافأة. لكن ساعتها بتتدخل رابنزل وبتحاول إنها تنقذه، وبتضرب واحد من المجرمين بغصن شجرة، وبتطلب منهم يسيبوه، وبتقول لهم إنها لازم تروح تشوف المصابيح وإن هو الوحيد اللي هيقدر يساعدها. وبتعرفهم إن ده حلمها من وهي صغيرة، وبتسألهم عن أحلامهم. فبيقرب منها واحد من المجرمين وبيغني وبيقول لها إن هو بيحلم يكون عازف موسيقى، وبتبقى رابنزل منبهرة من طريقة عزفه. وبيفضل كل واحد من الموجودين يقول لها على حلمه، وكلهم بيغنوا ويرقصوا سوا وهم مبسوطين. وفي الوقت ده بتكون جوسل قدرت إنها توصل للمطعم، وبتتصدم لما بتشوف رابنزل وهي بترقص وتغني مع المجرمين. أما فلين فبيبقى مستغرب من اللي بيحصل في المكان، وبعدها بيتسأل عن حلمه، وبيبدأ هو كمان يغني ويقول لهم إنه بيحلم يشتري جزيرة بعيدة ويعيش فيها لوحده ويكون معاه فلوس كتير. بس فجأة بيدخل الحراس للمطعم علشان يقبضوا على فلين اللي بيستخبى بسرعة هو ورابنزل. وبنشوف وقتها إن الحراس قدروا إنهم يقبضوا على الاتنين المجرمين اللي كانوا بيساعدوا فلين. وساعتها واحد من الموجودين في المطعم بيقدر يفتح نفق سري علشان يهربهم منه. وفجأة بيدخل ماكس للمطعم وبيقدر إنه يعرف مكان النفق السري. فبيدخل القائد للنفق وبيأمر حارس من الحراس إنه يفضل مع الاتنين المجرمين دول. وساعتها الاتنين بيضربوا الحارس وبيروحوا وراهم علشان بيكونوا عاوزين ينتقموا من فلين. أما جوسل فبتهدد واحد من الموجودين في المطعم وبتسأله عن المكان اللي النفق بيودي ليه. وجوه النفق بيكون فيلين منبهر من اللي رابنزل عملته، وبيسألها هي ليه ما راحتش تشوف المصابيح من زمان. ولكن قبل ما ترد عليه بيحسوا بالحراس وراهم، فبيجروا هما الاتنين بسرعة وبيخرجوا من النفق. وقبل ما الحراس والاتنين المجرمين يحاصروهم بتعلق رابنزل شعرها في خشبة وبتعدي الناحية التانية. أما فلين فبيستخدم الطاسة وبيضرب بيها الحراس وبيقدر يهزمهم. لكن فجأة بيجي ماكس وبيهاجمه بالسيف وبيوقع منه الطاسة. وعلى آخر لحظة بتقدر رابنزل تسحب فلين بشعرها وبتبعده عن ماكس، وبيقدر كمان يهرب من الأخين المجرمين. فبيتعصب ماكس جدا وبيكسر جزء من السد وبيعدي من عليه علشان يروح وراهم للجنب التاني. لكن فجأة بينهار السد وبتبدأ المية تملى الوادي كله. فبيجري فلين ورابنزل بسرعة وبيدخلوا نفق، ولكنهم بيتحبسوا جواه لأن بيكون فيه صخور قافلة المخرج بتاعه. وبتبدأ المية تملى النفق وهما الاتنين مش قادرين يخرجوا منه. وبيحاول فلين يلاقي أي حل وبيقول لرابنزل إن المكان ضلمة جدا وإنه مش قادر يلاقي المخرج. فبتحزن رابنزل وبتلوم نفسها لأنها كانت هي السبب في اللي حصل. لكن فلين بيواسيها وبيعرفها إن اسمه الحقيقي يوجين. وساعتها رابنزل بتفتكر إن شعرها مسحور وبتبدأ تغني وبتبقى المية ملت كل المكان. بس بيبدأ شعرها ينور وبيوريهم مكان الخروج. فبيقوم فلين بسرعة وبيروح للمكان وبيبدأ يشيل الصخور، وفعلا بتنجح الخطة وبيتفتح النفق وبيقدروا يخرجوا. بس بيبقى يوجين مصدوم من اللي حصل وبيستغرب إن شعر رابنزل بينور. وبنروح بعدها لجوسل وهي مستخبية جنب مخرج النفق، وبتسمع الاتنين المجرمين وهما بيقولوا إنهم لازم ينتقموا من فلين وياخدوا منه التاج. فبتظهر لهم وبترمي لهم التاج،
وبتقول لهم إن هي عندها حاجة أغلى بكتير من التاج ده، وإنها عاوزاهم يساعدوها وهي كمان هتساعدهم علشان ينتقموا من فلين رايدر. وفي الوقت ده بتروح رابنزل وبتلف شعرها على إيد يوجين لأنه اتعور فيها أثناء ما كانوا بيحاولوا يخرجوا من النفق، وبتغني رابنزل فبيبدأ شعرها ينور، ولما بتوقف بيتصدم يوجين لما بيلاقي الجرح بتاعه اختفى تماما وإن إيديه خفت خالص، فبتفهمه رابنزل إن شعرها بيرجع الشباب وبيعالج الجروح، وإنه بمجرد ما يتقص بيتحول لونه البني وبيفقد قوته السحرية، وعلشان كده مامتها منعتها من إنها تخرج من البرج، وهو ده السبب اللي خلاها ما تشوفش المصابيح من قريب لحد دلوقتي. فبيتعاطف يوجين معاها لأنها عمرها ما خرجت من البرج، وبيبدأ يحكي لها عن نفسه وليه اتسمى باسم فلين رايدر، وبيقول لها إن ده اسم شخصية في قصة كان بيحكيها للأطفال في الملجأ، وإن القصة دي كانت عن بطل بيساعد الناس وعنده فلوس كتير وهو قرر يتقمص شخصيته. وقتها بتقول رابنزل إن اسم يوجين عاجبها أكتر، وفي اللحظة دي بيبان إن كل واحد منهم معجب بالتاني. وبعد شوية بيقول يوجين لرابنزل إنه هيروح يجيب حطب للنار وبيسيبها وبيمشي، وفجأة بتظهر جوسل وبتقول لرابنزل إن يوجين بيكدب عليها وبتطلب منها إنهم يرجعوا تاني للبرج، ولكن رابنزل بترفض وبتعرفها إن الناس مش وحشين زي ما هي فهمتها، وإنها حاسة إن يوجين بيحبها. فبتتريق جوسل عليها وبتقول لها إنه بيخدعها وإنه ما ينفعش إنها تحب حرامي، وبترمي لها التاج وبتديها الشنطة، وبتأكد لها إن بمجرد ما يوجين هياخد التاج منها هيتخلى عنها، وبتسيبها وبتمشي بسرعة قبل ما يوجين يرجع ويشوفها. وبعد شوية بيرجع يوجين وبيطمن على رابنزل اللي بتبقى خبت التاج، وبنشوف وقتها إن جوسل والاتنين المجرمين بيراقبوهم من بعيد. وفي تاني يوم بيقدر ماكس إنه يوصل ليوجين وبيحاول يقبض عليه، بس بتصحى رابنزل من النوم وبتساعد يوجين وبتقدر تهدي ماكس بمساعدة باسكال وبتطبطب عليه. وبنشوف وقتها إن ماكس فرحان جدا باهتمام رابنزل وبتطلب منه إنه ما يقبضش على يوجين دلوقتي لأن النهاردة عيد ميلادها، وبتتفق معاه إن بعد ما يوجين يوريها المصابيح ممكن يكمل مطاردة ليه عادي، فبيوافقوا هما الاتنين على كلامها وبيتفقوا سوا. وبعد رحلة طويلة بيوصلوا كلهم للمملكة، وهناك بتنبهر رابنزل بكل اللي بتشوفه وبيبان إنها مش عارفة تمشي بسبب شعرها، فبيساعدها يوجين وبيخلي مجموعة من البنات الصغيرين يعملوا لها ضفيرة وبينبهر بيها يوجين وبيبدأ إنه يعجب بيها أكتر. وبعدها بتستغرب رابنزل لما بتشوف صورة الملك والملكة وهما شايلين بنتهم الأميرة، وساعتها بتحس إنها كانت تعرفهم من قبل كده. وبعدها بتفرح لما بتسمع صوت موسيقى عالية وبتفضل ترقص وبتخلي كل الموجودين يرقصوا معاها، وبيتدخل ماكس وبيزق يوجين وبيخليه يرقص مع الناس وبيحاول يقربه من رابنزل، وبيشتري لها يوجين قماشة مرسوم عليها شمس وبيساعدها علشان ترسمها على الأرض. وبعدها يوجين بياخد رابنزل على مركب صغير علشان يفرجها على المصابيح من قريب براحتها، وبتبقى رابنزل متوترة جدا وبتقول ليوجين إنها فضلت تحلم تشوف المصابيح طول عمرها ومش عارفة هتعمل إيه بعد ما تحقق حلمها، فبيقول لها يوجين إن دي أحسن حاجة لأن بعد كده هتدور على حلم جديد علشان تحققه. وبنشوف بعدها الملك والملكة اللي بيبقوا مفتقدين بنتهم جدا وحاسين بالحزن وبيطلعوا للبلكونة وبيطيروا المصباح، وساعتها كل أهل المملكة بيطيروا المصابيح بتاعتهم اللي بيبقى عددها كبير جدا، وبتنبهر رابنزل لما بتشوف المصابيح دي وهي طايرة في السماء وبتفضل تتفرج عليهم وهي فرحانة جدا، وبتفرح أكتر لما بتشوف المصابيح اللي يوجين جايبها لها، وساعتها بتعرفه إنها جابت له التاج لأنها ما بقتش خايفة منه. ولكن يوجين ما بيبقاش مهتم بالتاج خلاص وبيطير المصابيح في الهوا هو ورابنزل وبيبقى فرحان جدا بوجوده معاها، وكمان بيمسك ايديها وبيفضلوا هما الاتنين يغنوا مع بعض والمصابيح حواليهم في كل مكان. وقبل ما يوجين يعترف لرابنزل إن هو بيحبها بيشوف الاتنين المجرمين وهما مستنيينه على الشط، وساعتها بيعتذر يوجين لرابنزل وبيرجعوا بالمركب على الشط وبياخد الشنطة والتاج وبيعرفها إنه هيعمل حاجة مهمة وهيرجع لها، وبيروح للاتنين المجرمين وبيعتذر لهم عن اللي هو عمله معاهم وبيرميلهم التاج، لكن الاتنين المجرمين ما بيسيبوهوش يمشي وبيقولوا له إنهم عاوزين البنت مش التاج لأنها أهم بكتير. وبنشوف وقتها رابنزل اللي بتبقى مستنية يوجين وبتفرح لما بتشوفه جاي عليها من بعيد، لكنها بتتصدم لما بتعرف إنهم الاتنين المجرمين واللي بيقولوا لها إن يوجين أخد التاج وهرب وبيشاوروا لها عليه وهو في المركب. وساعتها بتزعل رابنزل جدا لأنه كان بيخدعها وبتجري علشان تهرب منهم لأن بيكونوا عاوزين يخطفوها، بس فجأة بتسمع صوت غريب ولما بترجع بتلاقي جوسل جت وهزمت المجرمين، فبتجري عليها رابنزل وبتحضنها وهي بتعيط وبتبص على المركب اللي فيه يوجين وبتقول لمامتها إن كل كلامها كان صح. أما يوجين فبنكتشف إنه كان فاقد الوعي ومتكتف في المركب وهو ماسك التاج،
ولما حراس الملك بيشوفوه بيقبضوا عليه. وفي تاني يوم بنشوف رابنزل وهي زعلانة لأنها بتكون فاهمة إن يوجين ما كانش بيحبها وكان بيخدعها علشان ياخد التاج منها، وبتفكرها جوسل إنها نصحتها أكتر من مرة وهي اللي مسمعتش كلامها وبتسيبها وبتخرج. وفي الوقت ده بتفضل رابنزل تتفرج على القماشة اللي يوجين اشتراها لها وبتحس بحاجة غريبة وبتفتكر صورة الملك والملكة وبنتهم الصغيرة، وكمان بتفتكر لما لبست التاج وكان مناسب جدا عليها. وقتها بتفهم إنها الأميرة المفقودة وبتروح لجوسل وبتقولها إنها عرفت الحقيقة وإنها مش مامتها الحقيقية، وإن هي كانت حبساها طول الوقت علشان تستغل قوة شعرها وخطفتها من أهلها وفضلت معيشاها في البرج طول حياتها. فبتحاول جوسل تبرر لها اللي حصل وبتبقى عاوزة تكدب عليها تاني، لكن رابنزل بتزقها لبعيد وده بيعصب جوسل جدا. وبنرجع تاني ليوجين اللي بيكون خايف على رابنزل ومش عارف ايه اللي حصل لها، وساعتها بيجوا الحراس وبياخدوه علشان يعدموه، بس وهو ماشي بيشوف الاتنين المجرمين فبيضرب الحراس وبيروح يهدد واحد منهم وبيعرف منه ان جوسل هي السبب في كل اللي حصل، وبياخدوه الحراس من تاني بس هو بيحاول يشرح لهم ان في بنت في خطر ولكن محدش بيصدقه. وفجأة البيبان كلها بتتقفل على الحراس وبيظهر مجموعة كبيرة من المجرمين اللي كانوا في المطعم وبيضربوهم ويحرروا يوجين وبيساعدوه على الهرب منهم. وبيظهر واحد من المجرمين وبيحط يوجين على العربية وبيخلي واحد تاني يطيره في السما وبيقع على ماكس، ووقتها بنكتشف إن ماكس هو اللي بيبقى خطط لكل حاجة وبياخد يوجين وبيجري بأقصى سرعة وبيهرب من الحراس علشان يروحوا ينقذوا رابنزل. وبعد رحلة طويلة بيوصلوا لمكان البرج وبينادي يوجين على رابنزل علشان تسحبه بشعرها، وفعلا بتنزله رابنزل شعرها وبيبدأ يوجين يتسلقه، بس بمجرد ما يدخل البرج بتضربه جوسل بالخنجر وبيقع على الأرض. وبتروح لرابنزل اللي بتبقى متكتفة وبتعرفها إنها هتاخدها المكان محدش هيقدر يوصل لهم فيه أبدا. وبيحاول يوجين يمنعها لكنه ما بيقدرش، وبتفضل رابنزل تقاومها علشان تروح ليوجين وبتقولها إنها مش هتبطل تحاول تهرب منها مهما عملت، لكن لو سابتها تعالج يوجين هتفضل معاها للأبد. فبتقتنع جوسل بكلامها وبتكتف يوجين بسلسلة علشان ما يجيش وراهم، وبمجرد ما رابنزل بتقرب منه علشان تعالجه بيمسك يوجين شعرها وبيقصه، وساعتها بيتحول شعرها للون البني وبيفقد قوته السحرية. وفجأة بتعجز جوسل وبتفقد شبابها فبيوقعها باسكال من فوق البرج، وبمجرد ما بتوصل للأرض بتبقى اختفت. أما رابنزل فبتبقى زعلانة جدا لأنها مش قادرة تعالج يوجين واللي بتبقى خايفة إنه هيموت، وبتطلب منه يفضل معاها وبتقوله إن هو كان حلمها الجديد، ولكن للأسف بيفقد يوجين الوعي. وبتزعل رابنزل وبتفضل تغني وهي بتعيط على فراقه، وبمجرد ما دمعة منها بتقع على يوجين بتنور وبتروح لمكان الجرح وبتكون زهرة كبيرة، وبتتفاجئ رابنزل لما بتشوفها وبيختفي الضوء بعد ما عالج الجرح. وبيفوق يوجين وبيقول لرابنزل إن هو بيحب الشعر البني جدا، فبتفرح رابنزل جدا وبتحضنه. وبعد شوية بنشوف الملك والملكة وهما بيجروا بسرعة وبيروحوا للبلكونة وبيقابلوا يوجين ورابنزل، وبتقرب منها مامتها وبتتأكد إنها بنتها وبتحضنها هي وباباها اللي بيحضن يوجين هو كمان. ووقتها بتحتفل المملكة كلها برجوع الأميرة المفقودة وبيكون كل واحد من المجرمين حقق حلمه وبقى محبوب، وبفضل ماكس بتكون كل الجرايم اختفت. وبتحكم رابنزل المملكة بكل عدل وحكمة وبتتجوز هي ويوجين وبيعيشوا هما الاتنين مع بعض في سعادة. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس علشان الحواديت الجاية ما تفوتكوش أبدا، ونتقابل في حدوتة جديدة. باي باي.